النهارده هشارك معاكم اكله مغذيه جدا ومفيده وتضرب اكل المطاعم، والاجمد من كده ان الاكله طعمها ولا كلمه. ما تنسوش اللايك. الجو حر قوي يا جماعه، احكوا لي عاملين ايه مع الحر؟ انا بدات افطس. اول حاجه يا جماعه معانا طبق سبانخ بالرز، ومعانا رز بالشعريه بالمكسرات. يا جماعه لما اقول لكم ان الاكله دي تضرب اكل المطاعم يبقى تضرب اكل المطاعم. بصوا يا جماعه الرز معمول ازاي. ومعانا فريك بصدور الفراخ يا سيدي. شايفين يا جدعان؟ ومعانا طاجن شوربه. اظن مفيش بعد كده يا جدعان. يعني يا جدعان اكله جامده وكلها غذاء. الحاجات بدات تبرد معرفش ازاي، بس اكله جامده قوي وكلها غذاء. ده الفراخ لوحدها شوفوا الفوائد. يعني هقول لكم ايه فريك بالدجاج، وكمان معاه سبانخ، وكمان رز بالمكسرات وشرب. انا مهما اقول لكم مهما اوصف لكم فوائد الاكله دي مش هعرف اديها حقها بجد. الاكله جامده جدا جدا يا جماعه. ده اقروا بس على النت عن فوائد الدجاج لوحده، بس اقروا عن فوائد الدجاج. الرز ده يا جماعه اتخضيت والله. شايفين المكسرات اللي فوق؟ اتخضيت والله، كنت هكسر الدنيا انا دلوقتي يا جدعان. 5 زايد ده يا شباب. رز ابيض بالشعريه بالزبيب والمكسرات. ده انا حاطط فيه بندق ولوز وعين جمل وكاجو، ده غير الزبيب. تخيلوا يا جماعه، يعني رز حكايه. انتوا عارفين المكسرات لوحدها، خدوا بالكم يا جماعه اوعوا تفكروا المكسرات دي مجرد تسالي. المكسرات مفيده جدا لتقويه المناعه، مفيده جدا جدا لتقويه المناعه. ايوه الله الله. والدجاج يا جدعان هقول لكم على فوائد الدجاج. ده بيقوي العظام، بيقوي العظام وصحة الأسنان، وبيحمي من المرض الوحش اللي انتوا عارفينه، وبيحسن صحة العينين، وفيها فيتامينات وبروتينات ما تعدش. بدليل ده كمان بنتكلم عن صدور الفراخ بالذات، والبروتينات اللي فيها رهيبة. بدليل تلاقي الكابتن في الجيم يقول لك عشان تضخم العضلات وتقوي العضلات كل بروتينات، تمام؟ بينصحك تحديدا بايه؟ من اكتر الحاجات اللي فيها بروتينات صدور الفراخ. ايوه صدور الفراخ فيها كم البروتينات يا جماعه رهيب جدا. ده الرز ده لوحده يا جماعه يتاكل كده من غير اي حاجه، كفايه هو لوحده كده، يعني تاكله تشبع خلاص. اصل طعمه الزبيب يا جدعان مخلي في مزازه غريبه. ولا فوائد السبانخ بقى يا جدعان. فوائد السبانخ هحكي لكم ايه ولا ايه. برضك في بعض الحاجات المشتركه مع الدجاج، برضك بتقوي صحه العينين، تمام؟ وبتحمي برضك من المرض الوحش. وهنا بقى كمان بتحسن ضغط الدم،
وكمان ايه بقى، بتقوي المناعه، يعني فيها حاجات من الدجاج على حاجات من المكسرات، بتقوي المناعه. وكمان بتعزز نضاره البشره. يعني يا جماعه فوائد السبانخ دي حديد حديد، معروفه السبانخ يعني حديد. حاجه رهيبه، بتقوي الصحه بطريقه رهيبه جدا يا جماعه. والفريك بقى احكي لكم ايه، هقول لكم ايه يا جماعه، الاكله كلها كلها على بعضها كده غذاء. لسه هحكي لكم دلوقتي فوائد الفريك كمان. خلينا بس نجرب السبانخ يا جماعه وجمال استنوا، انا عايز افرجكم على السبانخ. السبانخ دي تخليك زي باباي. اتفضلوا معايا بقى يا جماعه، بجد اكله جامده جامده جدا جدا جدا. الله، يادي يادي. اللي بدأش قبل كده الرز البني اللي بالمكسرات ده فاتوا نص عمره، بجد رهيب. لايكات لايكات يا جماعه لو عايزين اخطر لكم الاكل البيتي. بقول لكم ايه، ما تيجوا نخش بقى على التقيل. ايه ده التقيل؟ شايفين يا جماعه التحميره الاحترافيه؟ شايفين التحميره؟ بصوا المره كانت هتتحرق بجد، المره دي المره دي كانت هتتحرق. انا كده هاكل فحم. احلى حاجه تصدقوا وانا حالق شعري، ان شعري ما بياخدش بالكدر. يعني شعري قبل كده كان بيخرج بره الكدر، دلوقتي مفيش شعر اصلا. حلو قوي يا خبر. بصوا الالياف، بصوا الالياف. صايعة جدا صايعة جدا. الله الله يا جماعة. طعم السبانخ وهم وهم بجد جامد جدا. الشوربة بردت للأسف. ده طاجن كان في مطعم بره جاب لي فيه الاكل فاحتفظت بيه، مرميتوش. انا مرميش الطواجن، بتنفع بعد كده. يعني بصوا الاكل فيها بيبقى، مع ان المفروض الطواجن بتحتفظ بالسخونيه. انا مع لا، المطاعم بيغلفوا المطاعم اللي بيحطوا اكل في طواجن بيغلفوه بورق فويل عشان يحتفظ بالحراره، انما ده طاجن مفتوح. يعني يا جماعة عيالي على جمال الأكلة دي، بجد أكلة مفيدة ومغذية وجميلة. في ناس بتستغرب شوية من حتة الرز اللي بالمكسرات. بصوا اللي هو ازاي الرز يبقى بالمكسرات. المكسرات دي حاجة ناشفة وملهاش أي علاقة بالرز، يعني حاجة تسالي ايه علاقتها بالرز؟ لا، ما هو اللي بيحصل بقى يا جماعة، المكسرات دي ما بتتحطش على الرز بعد ما يستوي. المكسرات دي بتتحط في المية بتاعت الرز وبتستوي معاه. فالمكسرات دي في الآخر بعد ما الرز بيخلص بتبقى طرية جدا وبتبقى اندمجت مع الرز، بتبقى حاجة مختلفة، مش نفس المكسرات الناشفة اللي بناكلها، لا، بتبقى اندمجت مع الرز وبتدي طعم رهيب وبتبقى طرية جدا. فلا مش زي ما انتم متخيلين. انا عارف طبعا ان اكيد في ناس كتير جدا عارفه الرز بالمكسرات وجربته قبل كده، بس في بعض الناس اللي بتستغربها. انا برضك في يوم من الايام كنت بستغرب يعني ازاي رز بالمكسرات. انا في يوم من الايام كنت لما اشوف فيديو مطعم مكتوب رز بالمكسرات، اللي هو
اقول ايه الهبل ده، ازاي يعني، ازاي اصلا. لكن لما جربته حاجه، ادمنته حاجه وهم بجد. الله. عارفين رغم ان الفراخ اتحرقت من تحت، بس الحته المحروقه دي لذيذه، ناشفه بقى قوي ومش مبرره. هي برضك ما اتحرقتش جامد يعني. وانتوا عارفين ان كده انا احب الحاجه اللي هي كانت على وشك انها تتحرق. اكل رهيب تضرب اكل المطاعم. على فكره يا جماعه، في اكلات لو اتعملت باحترافيه في البيت تضرب اكل المطاعم مليون مره، لان انت في البيت بتتحكم في الحاجه زي ما انت عايز. يعني مثلا انت هنا مثلا الصدر عايزه يبقى محروق كده، ممكن المطعم ما يجيبهولكش كده، فانت هتقعد بقى توصف للمطعم تقول له انا عايز كذا واعمل لي كذا ومش عامل لي كذا. في حاجات في البيت تقدر تتحكم فيها وتعملها على مزاجك زي ما انت عايز. زي بص الصدر ده، شايفين الجمال؟ ممكن تعمل الحاجة في البيت على كيفك. وأصلا يا جماعة أكل البيت بيبقى أوفر كتير من المطاعم. يعني ساعات انت ممكن في أكلة تعملها في البيت تلاقي إن نفس الأكلة دي من المطعم تمنها مثلا الضعف وأكتر من الضعف كمان. ف نضرب بقى حبة مايونيز على الرز يا جماعة عشان العملية تحلو قوي 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 قوي. يا سيدي، تعالوا بقى احكي لكم على فوائد الفريك. اول حاجه بيقوي الجهاز المناعي وبيحمي برضك من الامراض الوحشه، وفي ميزه جامده جدا بيساعد على حرق الدهون والتخلص من الوزن الزايد، بيرفع معدلات الحرق قوي وبيقوي العظام والاسنان وبيبني العضلات بشكل سليم وبيعالج اضطرابات الجهاز الهضمي وتطهيره من السموم والفضلات. يا جماعه الفريك ليه فوائد رهيبه جدا، بس طبعا اي حاجه بالمعقول. اي حاجه لو زادت عن حدها، عارفين مثلا يقول لك ايه الحاجه اللي تزيد عن حدها تقلب ضدها. يعني مثلا صدور الفراخ مفيده، لكن ما تجيش تاكل لي مثلا 2 و3 كيلو صدور فراخ. انت يبقى انت كده فاهمين يا جماعه؟ بالعقل الحاجه اللي تزيد عن حدها فعلا بتقلب ضدها. بس بجد يا جماعه زي ما انتوا شايفين، اكله مليانه فوائد، يا جماعه اكله مليانه فوائد حرفيا. انا في يوم من الايام ما كنتش بحب الزبيب، اكره حاجه اسمها زبيب. لو في حاجه انا نفسي اكلها وفيها زبيب اقعد اطلع الزبيب كده واقرف جدا لو اكلت الزبيب. دلوقتي انا بقيت فان بوي للزبيب، بقيت بعشق الزبيب يا جماعه. رهيب لما بيتحط مع المكسرات جوه رز في اي حاجه، رهيب. الزبيب ده حاجه، وبعدين الزبيب هو عنب اصلا بس عنب مجففينه، فانا ما عرفت كنت بكرهه ليه. الزبيب ده حاجه حلوه مش حاجه وحشه. حد كده زي يا جماعه كان في وقت من الاوقات او في يوم من الايام يعني كان بيكره حاجه وبعد كده بقى بيحبها قوي. معاكم شاركوا معايا يا شباب. انا كده هشبع ومش هعرف اكل الفريك يا جماعه، ايه ده؟
حاجة جامدة قوي. انا برضه خدوا بالكم الفريك خليته ينشف قوي على النار عشان انا احب الحاجة ناشفة. الله. بس هو على فكرة الفريك ده بالذات يا جماعة بيبقى لايق اكتر مع المكرونة ايا كان نوعها، يعني مش الرز. ليه؟ هي مش حكاية لايق ومش لايق. الفريك والرز حاجتين بيشبعوا قوي، فانت الاكله اللي تاكل فيها فريك ما ينفعش يكون فيها رز عشان تعرف تاكله. يعني انت لو كلت الفريك هيشبعك مش هتعرف تاكل الرز، لو كلت الرز هيشبعك مش هتعرف تاكل الفريك. بيبقى صعب شويه الاتنين مع بعض. فريك قد رز دونت ميكس. الاكله دسمه قوي. فعلا صعب فريك مع الرز. انا دلوقتي شبعت مش قادر اكمل الفريك. الاكله دي علقتني قوي. كده خلصت الشوربه. احط بقى مايونيز تاني. المشكلة السبانخ جواها رز وكمان رز، يعني فعلا الفريك ملوش مكان في الأكلة دي خالص. مش راكب، مش الموضوع مش راكب مع بعض. يا إما كان يتعمل كمية رز قليلة جدا مش الكمية دي كلها. دي الحالة الوحيدة اللي كان ممكن. طعم الفريك رهيب. أنا عشان الأكلة تحلو بقى يا جدعان رحت جبت كمان طحينة وعيش أهو. طحينة يا جدعان، طحينة. انتوا عارفين ان انا بقى انا من عشاق الطحينة، انتوا عارفين يا جماعة، انا مش محتاج اوصف لكم. انا بالنسبة لي الطحينة دي العيش مع اي حاجة. اي حاجة، اي اكلة كده كلها تلاقي لازم الطحينة تلاقي. لا ايه بقول ايه، لازم تلاقي الطحينة راشقة. يا سيدي والله يبقى محتاج اكل بالمايونيز ولا بالطحينة ولا اعمل ايه بالظبط.
ماشي بجد يا جدعان، الرز اللي بالمكسرات ده وهم حكاية لوحده. بصوا الحلاوة يا جدعان، اتفضلوا معايا بقى، ما تجيش ابدا، صدقوني ما تيجي، لازم تتفضلوا معايا. احنا اهل يا جدعان، انتوا مش مجرد متابعين، انتوا زي اخواتي بالظبط يا جدعان. بصوا الياف الوايت ميت صايعة قوي 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 قوي. العيش ده اللي كان جاي مع الوجبه بتاعت اسماك سيتي اللي كنت بجرب فيها، هي ما بتعتبرش وجبه على بعضها، هي كذا حاجه، اللي كنت بجرب فيها انواع السيبيا كلها. بس عيش صايع قوي بجد، يحمسك قوي. بصوا انا وريتهولكوا اصلا في الفيديو بتاع السيبيا يعني. السبانخ بجد حكاية. والطحينة ما اقولكوش، انا عاملها باحترافية قوي. احلى حاجة يا جماعة الاكل اللي يبقى طعمه حلو وفي نفس الوقت مفيد، وهي دي المعادلة الصعبة بقى. جامدة. حاجة بجد انت عايز اقول لكم يا جماعه، الفريك والرز مش ظابطين مع بعض، الحاجتين حلوين وانا بحبهم قوي، وبالذات الرز عشان بالمكسرات بحبه قوي قوي قوي، ويمكن طعمه اطعم بالفريك كمان، فطاغيين على بعض. بس بجد أكلة صايعة أوي أوي. طعم الفراخ بالطحينة حلو أوي، ده أنا ممكن الحتة الأخيرة ديت أقوم إيه
احطها في رغيف واكب عليها الطحينة. ياني ياني يا جدعان، اخر حتة دي يا لهوي تبقى جامدة اوي. أكلة بجد فظيعة، طعمها حلو قوي، مليانة فوايد. أتمنى يكون عجبكم الفيديو، استنوني في فيديو جديد، سلام. Yeah, my life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you finding, see you looking down and out.